مهرها كان فستان مصنوع من الذهب وزنه 4 كيلو، والخطوبة ملوكي واتدربوا على رقصة مخصوص. بدأت من قبلها بشهور تستعد وتجهز كل التفاصيل، جابت منظمين من بره دبي، والأكل اختارته بدقة ودقته بنفسها الأول قبل المعازيم، وفستان أحلامها صممته. نور ستارز هتحتفل بخطوبتها يوم 25/5/2025، وهيكون مميز بسبب تفاصيله. نور شاركت الجمهور كل اللي هتعمله في الخطوبة، فيا ترى ليه أجلوا الخطوبة وإيه سر اختيارها للتاريخ ده؟ نور ستارز وعيلتها وخطيبها في إيطاليا بتتفسح قبل الخطوبة، والخطوبة كانت هتتعمل قبل التاريخ ده، ولكن اتأجلت بسبب تعب والدة نور واكتشافهم إصابتها بالكانسر. ولكن هم مروا في حياتهم بظروف صعبة كتير وقدروا يتخطوها. كريم الشريف خطيب نور اتقدم لها بطريقة رومانسية، ووراهم برج خليفة ومكتوب عليه تتجوزيني، وحواليهم الورود والشموع، وقدم كريم ليها خاتم ألماظ، وقبلها جاب لها مهر فستان من الذهب وزنه 4 كيلو، وظهرت وهي لابساه، ودي كهدية ليها قبل الجواز. نور ستارز شاركت الجمهور تفاصيل التحضيرات للخطوبة، ورغم ان اغلب المشاهير بيعملوا كده بعد الخطوبة، ولكن هي اول باول كانت بتصور كل اللي بتعمله بشهور. نور عملت سلسلة على قناتها على اليوتيوب وسمتها تجهيزات عروس، ومن اكتر من 3 شهور وهي بتستعد وتجهز بشرتها وتهتم بيها، وتشارك الجمهور كل ده خطوة بخطوة. ما شافتش الفستان الا يوم ما قاسته، كل اللي طلبته من المصمم لونه، وقالت له اللي تحبه واللي ما تحبوش. واول ما لبسته وبصت في المراية عيطت من جماله ومن فرحتها، ولكنها اخفته علشان يبقى مفاجأة، وقالت ده فستان أحلامي وكل اللي تخيلته في عقلي بقى واقع، من وانا صغيرة وانا بتخيل نفسي بلبس الفستان ده. نور ستارز جابت شركات تنظم لها الحفل من بره دبي، وقبل الخطوبة بحوالي 10 أيام قعدت مع المنظم للخطوبة عشان تتفق معاه على كل التفاصيل. هي شايفة ان ده أهم واحد في كل التجهيزات، ولو المنظم شغله حلو كل حاجة بتكون حلوة. علشان كده عملت اجتماع لكل اللي هيشاركوها الخطوبة علشان يكون بينهم تنسيق وتعاون، مش كل واحد بيشتغل لوحده وبدماغه، لا، يبقى في تنسيق في الديكورات والفستان والفقرات كلهم مع بعض، وكل التفاصيل في الحفلة لازم تكون شبه نور وشخصيتها. الكل بيسعى من ناحيته ان يكون كل حاجة على اعلى مستوى طالما مرتبطة باسم نور ستارز. علشان كده نور حبت زي ما بقالها سنين بتشارك كل التفاصيل للناس في حياتها، جه اليوم اللي هم يشاركوها فيه. نور كل حاجة بتعملها بحذر وسرية تامة عشان تكون مفاجأة للجمهور، ولكن المصمم قال انه هيكون حاجة رويال شبه حفلات الملكات كده، مش مجرد خطوبة عادية. هي وكريم بيتدربوا على رقصة الخطوبة، وشاركت مع الجمهور لقطات بسيطة، ورغم انها كانت متوترة من كم التجهيزات اللي وراها، ولكن كريم خطيبها كان بيهديها، وكانت متحمسة وقالت انا متوترة لانه يوم كبير، لكن متحمسة لاني راح احتفل مع اغلى شخص عندي. تاني يوم راحت البيوتي سنتر هي وفريقها وامها واختها بنين، وجهزت ضوافرها، وعملت بشكل اول مرة تعمله في حياتها، ولكن لايق على اللوك كله. حتى الاكل اللي هيتقدم جربوه بنفسهم الاول واختاروه بكل دقة، من طبق اساسي وحلويات ومقبلات. والرأي الاول والاخير نور قالت هيكون لمنظم الخطوبة مش للعرسان. الكل متوقع اطلالة مبهرة لنور، وبيدعوا لها يكون يومها زي ما مخططة ليه ونفسها يكون، ويكون كريم العوض ليها عن كل اللي مرت بيه في حياتها.